الدنيا سباق والحياة أشواك، لا يغتنم هذا السباق ولا يسلم من الأشواك إلا صاحب الهمة العالية والإرادة السامية. تعالوا أحكي لكم عن قصة بليغ عبد النبي زيدان. ولد بليغ في قرية دنشال التابعة لمركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة. اتولد بليغ في أسرة رقيقة المستوى الاجتماعي، وكان العلم عنده بعيد كل البعد عن الأسماع، إلا إن هو أحب الراديو والصوت الإذاعي. كان بيدخر مصروفه من العام للعام علشان خاطر يشتري راديو صغير يصحبه معاه في اليقظة والمنام. اتولد بليغ محروم من البصر، لكنه كان بيشعر إن هو طبيعي تماما. كان بيلهو ويلعب دون أي قيد. رفض إن هو يروح الكتاب، وبعد ما توفيت والدته ازداد في الحياة ألمه وهمه، وتحولت حياته لقصة كئيبة بعدما أحلت عليه المصيبة. التحق بليغ بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور. قضى في المدرسة حياة جديدة حافلة بالحنان والدفء بين أسرة المدرسة العظيمة. أحب بليغ العلم وأحبه الجميع. شارك بليغ في كل الأنشطة المدرسية الأكاديمية والمهنية. وفي الصف الثالث الابتدائي تم تكليف بليغ من قبل إدارة المدرسة بإعداد وتقديم الإذاعة المدرسية على مستوى المراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية. واستمر بليغ مسؤولا عن الإذاعة المدرسية إلى أن تخرج في الثانوية العامة. المدرسة ادت لبليغ كافة الصلاحيات في تدريب وتأهيل أقرانه من الطلاب في مختلف المجالات التأهيلية والتقنية والعلمية وكمان الإذاعية، وقد كان بليغ أهلا لهذه المسؤولية. وفي المرحلة الإعدادية التحق بليغ بمعهد القراءات للقرآن الكريم، فكان يجمع بين الدراستين والعمل الخاص والتطوع الخيري، وكذلك حضور المحاضرات والندوات والمؤتمرات المختلفة والدورات المتعددة في آن واحد بهمة غير معروفة. وبعد كده التحق بليغ بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة دمنهور. وأثناء الدراسة الجامعية زادت أنشطة بليغ السامية، وتطلعت الطموح رغم الأزمات والجروح. ورغم كل هذه الأزمات شارك بليغ في الفعاليات والمسابقات، فقد كان من الفائزين على مستوى جامعة دمنهور في الشعر والتمثيل والمراسل الإذاعي، وقد كان من الفائزين على مستوى الجمهورية ثم تمثيل مصر في مسابقة إبداع مجال المراسل الإذاعي والتلفزيوني على مستوى الوطن العربي. وبعد ما تخرج بليغ من الجامعة توالت عليه أزمات أخرى بعضها فوق بعض. جراء هذه الأزمات انحلت عناصره وتثاقلت معها خسائره، ومر بأصعب تجربة أسرية أليمة في حياته، لكنه اعتصم بالله وتسلح بالإيمان والصبر. وبكل أمل بدأ في دراسة الماجستير جامعة الإسكندرية، إلى أن حصل على الماجستير في عام 2023 في وسط أجواء حافلة. ازدادت همة بليغ وقويت عزيمته، وقرر الالتحاق لاستكمال درجة الدكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية كلية الآداب تخصص الدراسات الإسلامية جامعة الإسكندرية. ومع كل ده يجيد بليغ عمل الهندسة الصوتية والمونتاج بكل براعة، ويجيد استخدام التقنيات الحديثة والذكية. وكمان بيحاضر بليغ في العديد من المؤسسات والوزارات المختلفة في مجالات كتير: التنمية البشرية وتدريب المكفوفين على استخدام الحاسب الآلي، وكمان تعليم طريقة برايل للمكفوفين
مش كده وبس، وكمان بيتم الاستعانة ببليغ لتقديم كافة المؤتمرات والفعاليات على مستوى الجمهورية، وكمان بيقوم بليغ بتقديم برامج وتقارير إذاعية وعمل فويس أوفر تعليق صوتي بشكل تطوعي. إمكانيات متعددة وقدرات فذة يأمل بها بليغ أن يكون يوما ما أستاذا جامعيا في إحدى الجامعات، ويحلم بليغ بأن يكون مذيعا في الإذاعة المصرية أو القنوات الفضائية. وده مش غريب ولا عجيب، خصوصا لو عرفنا أن التقرير الصوتي ده هو بصوت بليغ.